ازيكم يا احلى متابعين؟ شوفيني، يا ريت تدوسي على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، واذا كنتي مشتركة يا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل اكلة من الاكلات المشهورة جدا في محافظتنا، محافظة قنا، هي السخينة. اكلة جميلة جدا ومحبوبة خالص، ودايما في عيد الاضحى بنعملها كلنا، وبنعملها في الايام العادية طبعا اكيد. وهنا بنستخدم اول حاجة بحمر البصل، لازم نقطع البصل مكعبات كبيرة زي كده. مش ما تستخدميش المبشرة او الكبة، عشان لازم السخينة دي يكون البصل بتاعها باين كده وواضح كويس. هنا بسخن الزيت وبحط البصل، بديله اللون الاحمر الجميل مش اللون الذهبي، بنزود عليه ونديله اللون الاحمر عشان بيكون ريحته فايحة كده وجميلة خالص في السخينة. هنا في محافظة قنا مش كلنا بنسميها سخينة، انا بجد عرفت الاسم ده قريب خالص. احنا بنسميه الفطير بالشوربة والبصل، او الرقاق الناشف بالشوربة والبصل. بعض المراكز في محافظة قنا بيسموه السخينة. انا ما كنتش اعرف الاسم ده بجد، اول مرة اعرف ان السخينة دي هي الرقاق بالشوربة. جميلة جدا ولذيذة، ولازم تكون الشوربة تكون دسمة كده. هنا بحمر البصل، لازم اديله اللون الحلو خالص كده، يكون غامق لان بيكون فايح وجميل خالص في السخينة. بنعمله على اللحمة العادية العجالي او اللحمة الضاني، وبتكون على اللحمة الضاني شوربة اللحمة الضاني اجمل طبعا ودسمة كده وجميلة. لسه بحمر عشان نديله اللون الذهبي، اللون الاحمر الجميل اهو. شايفين اللون كل ماله ما بيغمق. شايفين اللون كده حلو، ممكن ازود كمان لو حابة، في ناس بتغمقه اكتر من كده. وبعد كده بجيب الرقاق الناشف ده. الرقاق الناشف ده بنعمله قبل العيد بفترة طويلة، فبيقعد ما بيجرالهوش اي حاجة. وبكسره زي كده. واحنا مش بنعمله في الاعياد بس بنعمله في اي وقت تاني، في اي وقت بنعمله، بس دايما في الاعياد بنكتر، ويكون اغلبية البيوت عندنا بعملة السخينة دي او الرقاق بالشوربة. جميلة جدا وكله بيحبها. بنكسر الرقاق كده قطع صغيرة، وبعد كده بعد ما حمرت البصل بضيف اليها الشوربة وبخليها تغلي حبة على النار عشان الشوربة تاخد من طعم البصل. احنا بنعمل صواني طبعا كبيرة، دايما الرقاق او السخينة دي مع اللحمة، واذا كان ممكن نعمل ملوخية جنبها. هنا ضفت الشوربة للبصل. شوفوا لون الشوربة بيتحول للون غامق بعد ما حطيت البصل، عشان البصل بنحمره جامد. بعد كده بغرف الشوربة على الرقاق او السخينة كده، بنسقيه، بنسقيه الرقاق زي كده. طعمه جميل جدا يا جماعة، بجد أكلة لذيذة جدا. ودايما بنستخدمها كمان لما تكون عندنا واحدة والدة، بيبقى مفيد جدا للوالدة. وهكذا، بس حاولي ما يكونش الشوربة سخنة جامد عشان ما يتعجنش معاكي الرقاق. شايفين البصل وجمالها وريحتها تحفة يا جماعة، جميلة جدا. ما بنكترش الشوربة، احاول اخليها مظبوطة، ولا كتيرة ولا قليلة، عشان الفطير او الرقاق ما يكونش ناشف معانا. وبعد كده بقدم السخينة وبنحط عليها اللحمة زي كده. جميلة جدا ومدفية وبتدي طاقة كده في الشتاء. بجد جميلة، جربوها، واكلة سريعة وجميلة جدا وبسيطة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والى اللقاء في وصفة تانية في رعاية الله.